السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في عدد جديد. مفاجأة من العيار الثقيل. بعد ما فسخ العقد تاعو رامي بن سبعيني مع مونشنغلادباخ، كان هناك اتفاق شبه رسمي بين اللاعب وبوريسيا دورتموند، خاصة بعد الإلحاح الكبير من البي في بي. تكلمنا على هذا سابقا مع صحفي سكاي سبور أمين كناني، والآن هناك مفاجأة كبيرة اللي هي الخبر الحصري اللي لحقني اليوم من صديق القناة صحفي روما فاروق جوادي، وهو دخول روما في الخط. نفس الصحف التي تكلمت عن صفقة عوار في روما تكلمت عن دخول روما في المفاوضات مع نجم الخضر رامي بن سبعيني. أترككم مع الفيديو للصديق فاروق وأعود إليكم بعد ذلك. مساء الخير جميعا. آخر الأخبار اليوم في الميركاتو في إيطاليا، الكل يتحدث عن مفاوضات روما ورامي بن سبعيني. نعم، مفاجأة هنا في إيطاليا أنه بعد كل الأخبار أنه رامي بن سبعيني هو تقريبا لاعب لبروسيا دورتموند، لاعب جديد لبروسيا دورتموند. كل الأخبار اليوم كانت البداية من الكوريري ديلو سبورت، ثم بدأت الأخبار تنتشر أنه رامي بن سبعيني هو الخيار الأول لتياغو بينتو المدير الرياضي لروما لتعويض سبيناتزولا. كل الحديث اليوم أنه سبيناتزولا سيغادر روما بعد نهاية هذا الموسم نظرا لتقدمه في العمر وتقديمه لموسم ممتاز مع الصعوبات المادية لروما، فسيكون صفقة جيدة مع العروض الإنجليزية لسبيناتزولا. فالخيار الأول كان رامي بن سبعيني. اليوم صار الاتصالات الأولى مع رامي بن سبعيني، هناك انفتاح من مقربي اللاعب ومن المدير الرياضي، خاصة أن روما كان في مفاوضات اليوم هذه الأيام مع انديكا مدافع نادي أنتراخت فرانكفورت، ومدير أعمال انديكا كان متواجد في روما هذه الأيام، حتى اليوم كان موجود في تريغوريا. والجميع يتحدث أنه كان وسيط في صفقة رامي بن سبعيني أيضا. إذن موضوع للمتابعة هذه الأيام، قدوم رامي بن سبعيني لروما هو خيار مطروح جدا، خاصة أن الجميع تحدث اليوم أنه رامي بن سبعيني هو طلب أيضا من جوزي مورينيو، خاصة مع تويت الأخبار اليوم عن بقاء جوزي مورينيو الموسم القادم. فرامي بن سبعيني ربما، وأقول ربما بنسبة كبيرة جدا، سيكون المعوض لسبيناتزولا في نادي روما. من جهة صحف أيضا هناك صفحة فوتشي جيالو روسا اللي عنونت ببيرلا ديفيسا بياتشي بن سبعيني. ما نتكلمش ايطاليا خاوتي، نتكلم الاسبانيه لكن نفهم الايطاليه لانه درت جوجل تراديكسيون، ما شفت باللي كان ترجمه خاطئه، ماشي خاطئه يعني ما تترجم لك كلمه بكلمه، لذلك راح نقول لكم واش فهمت. للدفاع لاعب مثل بن سبعيني، يعني في الدفاع تاع روما لاعب مثل بن سبعيني اللي يسحقوه. وهنا في الصفحة خاوتي راهم يقولوا باللي استراتيجية روما هي استخدام لاعبين مهمين لكن مجانا بسبب نهاية عقودهم مع فرقهم، كما داروا خاوتي مع عوار. هذه زدتها انايا لانه روما كوم تبحث على لاعبين مجانا، وعوار راهو تقريبا في روما. يعني هذه اللي ربطتها على بها، تكلمت على عوار. ويراهن نادي روما على تعويض المدافع سبينازولا برامي بن سبعيني. جريدة أخرى أخوتي، صفحة أخرى عندنا أيضا توتو ميركاتو واب عنونت بعوار أمضى الآن. هناك عوار أمضى والآن هناك بن سبعيني. هذه الصفحة تكلمت أنه عوار سيكون رسميا مع روما، ويؤكد الأخبار السابقة الأخبار السابقة اللي تكلمت على عوار في روما راهي تأكدت البارح، والآن الاتجاه نحو بن سبعيني لتعويض سبينازولا. الصفحة الثالثة خاوتي موندو كالتشو كما راكم تشوفوا عنونت بهدف روما نحو انتقال مجاني مع صورة رامي بن سبعيني، تقريبا نفس حديث الصفحات الأخرى. المهم خاوتي الآن مدوا راينا، هناك مفاوضات وروما تعول على هذه الصفقة كثيرا، وستكون مواجهة كبيرة بين نادي العاصمة الإيطالية وبوريسيا دورتموند. البي في بي متأهل رسميا للتشامبيونز ليج، أما روما بعد ما كان في المركز الثالث صار في المركز السابع، لكن مع ذلك عنده إمكانية كبيرة للعب رابطة أبطال، بما أنه في النصف النهائي لليوروبا ليج. هو متواجد الآن في النصف النهائي وعنده مباراة صعبة، لكن لو يفوز بالدورة يتأهل مباشرة للكأس ذات الأذنين. يعني لو يفوز باليوروبا ليج يتأهل إلى رابطة الأبطال روما، ومن المتوقع جدا أنه يفوز بالدورة.
المهم خوتي، نتوما هل راكم متحمسين للثنائيه تاع عوار وبن سبعيني مع روما تحت قياده سبيشال وان جوزي مورينيو، لانه الاخبار تقول بانه سيبقى مع روما، ام تفضلون بقاءه في المانيا؟ قولوا لي في التعليقات خوتي، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، موضوع اخر. تهلاو خوتي، سلام عليكم.